السلام عليكم. انا ايات الناجي، ودي الحلقه الثالثه من سلسله فيديوهات اسئله محدش هيجاوبك عليها لثانويه 2027. الحلقتين اللي فاتوا، اول حلقه اتكلمنا فيها عن ازاي حضرتك تقضي شهر 7 في اعداد نفسك والتهيئه للثانويه. الحلقه الثانيه اتكلمنا عن ان التأسيس مهم ولا لا، وهيساعدك في الثانويه ولا لا. الحلقة الثالثة بقى او النهاردة هنتكلم مع بعض عن الاختيار بتاع المدرس بتاعنا ازاي. طيب، قبل ما تختار المدرس في جملة كده حابة ان انا اقولك عليها. اختيار المدرس هيبقى قرار هيحدد جزء كبير من رحلتك، بس مش هيحدد النتيجة. اللي هيحدد النتيجة بتاعتك في الاخر هو الالتزام. انا جالي 4 اسئلة عن الموضوع بتاع اختيار المدرس ده، وهقول لكم الاسئلة وهقول الاجابات ورأيي فيها ايه. اول سؤال معايا بسم الله، بيقول لي انا اختار المدرس بناء على ايه؟ على طريقة الشرح ولا الشهرة؟ رأيي انا ان لو المدرس او المدرسين بالشهرة كان الثانوية العامة كلها جابت 100%. طيب، اختار المدرس بناء على ايه؟ اول حاجه، انتوا لما بتيجوا في ثالثه ثانوي بتلاقوا بقى ايه، احنا لا انا همشي مع صحابي، لا ده انا هشوف اشهر مدرس في الماده دي في انهي اتجاه واروح عنده، لا ده انا هسيب المدرس اللي هو عارف مستوايا من اولى ومن تانية ويمكن معايا من اعدادي واكمل مع مدرس جديد، او ابدا رحله جديده مختلفه تماما عن المدرسين. وجهه نظري انا المتواضعه جدا برضو، وانت ليك حريه الراي، كمل مع المدرس بتاعك وشوف مدرس تاني بجانب المدرس الأساسي اللي كان عارف مستواك وعارف دماغك وهيعرف يشغلك ازاي، وعارف نقط الضعف بتاعتك فين وعارف نقط القوة بتاعتك فين. طيب، أول حاجة احنا ما بنختارش المدرسين علشان اسمها كبير، لا احنا بندور على المدرس اللي هيعرف يشعبل لنا المنهج، اللي انا مش هقدر اقف عنده، يعني هو مش هيخليني محتاجه اصلا، هيخليني بفكر، بعرف احل كتير، اي سؤال في اي حتة هيقابلني هيبقى عندي التبس تريكس بتاعتي ان انا اقدر اكيف نفسي، او عندي الميكانيزم ان انا احل السؤال ده ازاي. ايا كان بقى المدرس ده كان مشهور او بابليك فيجر او وات ايفر هو ايه، او المدرس بتاعنا ده هو لسه مثلا مجتهد، عدد الطلاب عنده قليل، اونلاين واوفلاين، دي هنتكلم عنها في الفيديو الجاي. لكن احنا النهارده بنتكلم عن معايير اختيار المدرس بتاعنا. يبقى اول حاجه، الشهره مش بتجيب مجموع. ما تحاولش تختار المدرس على اساس اسمه، وما تحاولش تختار المدرس على اساس ان هو صاحبك راح عنده. ما تحاولش تختار المدرس على اساس ان في حد قبلك كان جايب معاه مجموع فهو يبقى احسن حد في الدنيا. اللي ممكن اللي يبقى مناسب معاك ما يبقاش مناسب مع غيرك، ودي حاجة طبيعية جدا، لان احنا مش كلنا نفس الدماغ، لا كل واحد فينا عندنا قدرات عقلية مختلفة. طيب، هنا بقى بيقول لي السؤال التاني، احجز مع اول مدرس يفتح ولا استنى؟ اول حاجة انت محتاج انك معلش تلف شوية على كل المدرسين اللي موجودين عندك في المنطقة لحد ما تستقر على المدرس اللي انت حابب تقعد قدامه وتسمعه وتستحمل لو هو يغلس عليك تتقابل الغلاسة بتاعته. طيب، هو المدرس ممكن يغلس عليا، المدرس لو ما غلسش عليك علشان مصلحتك يبقى ما تكملش معاه. المدرس لو مش مبهدلك في حل، ومبهدلك في امتحانات، ومرمطك معاه في تسميع، حتى لو احنا الاسئله بتاعتنا هتبقى بابل شيت ومش عارفه ايه، حتى لو هو الامتحان بتاعك بابل شيت وهو انت ما بتسمعش وانت ما بتحلش وانت مش بتعمل لك كويزات، انت مش بتعمل لك امتحانات شامله، انت مش عارفه، بص مش مطلع عينك، لا مش ده، لا مش ده. طيب، اول حاجه هنلف لفه على المدرس اللي هو السؤال بتاعنا، احجز مع اول مدرس يفتح ولا استنى شويه؟ لا، حضرتك هتلف لفه شويه في الاول كده، هنسال بقى زمايلنا اللي اكبر منه، عمو الحاج ده نظامه ايه، بيمشي مع المنهج ازاي، بيراجع، عامل المراجعه والمراجعه بتاعته حلوه ولا لا، بيعمل ايه في المراجعه، طريقه لم المراجعه بتاعته بتمشي ازاي، دي برضو حاجات لازم تسال عليها. طيب، خلي بالك ما تمشيش مع القطيع، يعني انا مثلا عندي اشهر حد في المنطقة الفلانية في الكيمياء مثلا، كلنا بنروح عنده. طب انت استفدت ايه يا ابني؟ ما استفدتش حاجة.
مجمع ايه في المادة ولا حاجة. انا بروح بس الصحبة الحلوة والشاشات والتكييف والدنيا زي الفل، ونيجي اخر السنة نعيط كلنا. لا، انت رحلتك فردية completely، انت لوحدك تماما، انت اللي هتلبس في الاخر وانت اللي هتشيل الليلة لوحدك. حتى اهلك مع احترام شديد لاولياء الامور طبعا، ده مستقبلك انت، انت اللي مكمل لوحدك. هما بيساعدوا، هما مضغوطين معاك، هما عايزين يشوفوك احسن حد في الدنيا، لكن انت هتبقى لوحدك تماما في مستقبلك. ملكش دعوة بحد. اللي هيبقى مناسب معاك مش هيبقى مناسب مع غيرك، اللي هيبقى بينفع لك مش لازم ينفع غيرك. انت ركز على النقط دي. طيب ازاي اعرف ان المدرس ده مناسب ليه؟ اول حاجة، مفيش مدرس بيكشف ورقه كله مرة واحدة قدام الطلبة. في مدرسين بتيجي في الاول كده تقعد تعمل ايه، تعمل تأسيس كتير وتعمل امتحانات سهلة وينيمك، وتيجي على نص السنة كده تحس نفسك مش مجمع حاجة. طب اعمل ايه برضه عشان ما اقعش في الفخ ده؟ احنا بنروح عند المدرس سيشن واتنين وتلاتة، والله تقبلناه، حبينا التعامل معاه، كان في communication skills بيننا وبين بعضينا، او في تواصل بيني وبينه، او في حاجة كده بعرف اكلمه، او السؤال اللي بيقع مني بعرف ان انا اروح ارجع له واقول له مثلا انا في عندي سؤال لو سمحت عايزة حضرتك تشوفه. بيديني تيبس تريكس بتاعته، بيديني ثقة في نفسي، بيشجعني. دي كلها حاجات لازم تبقى معيار اختيار المدرس. انت متقبله، انت متقبل برضو رخامته عليك لو هو هيرخم عليك، وده لمصلحتك طبعا. بتعرف تسأله، مش بيستقل بالأسئلة بتاعتك، مش بيستخف بيك، بيهتم بيك كأنك انت الطالب الوحيد اللي عنده في المجموعة. وده حقك على فكرة، مش حاجة هو بيتفضل بيها عليك، لا يعني. حتى لو هو مدرس كبير، ربنا يفتح على الجميع يا رب، بيبقى فيه اسيستنت. هل هتعرف تروح للاسيستنت دي وتقدر تساعدك في الاسئلة اللي هتقف معاك ولا لا؟ يعني انا برضو احنا في جمهورية مصر العربية كلنا مش نفس، يعني مناطق مختلفة. في مدرس هو اللي بيشتغل كل الشغل لوحده، وفي مدرس بيبقى معاه اسيستنت. هل الاسيستنت اللي معاه بتساعد في الشرح او بتظبط الطلبة في الاسئلة اللي واقفة معاهم؟ هل انت تعرف تروح للاسيستنت دي او وات ايفر بقى الحد المساعد بتاعه؟ هتعرف تسأل السؤال بتاعك مش هيستخف بيه؟ جايب كتب ومرمطك؟ دي برضو حاجات لازم تبقى في الاعتبار بتاعتك. طيب يبقى انا لما بروح للمدرس بقعد قدامه سيشن واتنين وتلاتة، بعد كام محاضرة كده بسأل نفسي شوية اسئلة. هل انا فهمت الفكرة ولا حفظتها او بصمجتها بمعنى اصح؟ البصمجة دي ما بتجيبش نتيجة، ما بتأكلش عيش، فاحنا المدرس ده هنفكس له على طول. عرفت احل لوحدي لما قابلت اسئله في الكتب الخارجيه او في الشيت اللي هو جايبها لي ولا لا؟ جمعت قد ايه من الافكار اللي هو اداها لنا في السيشن بتاعتنا او في المحاضرات بتاعتنا؟ لما اغلط عرفت انا غلطت فين، وهل انا هعرف احل او ارجع له وهو يعدل لي الغلطات دي ولا لا؟ والله لو انت لقيت نفسك بتجاوب اجابه ان المستر ده او الشخص اللي بيشرح لي الماده دي في الاربع معايير دول، فانا كده تمام، انا مكمل معاه، انا في المكان الصح. المعيار الحقيقي لاي مدرس مش انك تخرج مبسوط ويبقى فيه ترندات وصور وهيصه وزنبليطه، ده كله بلح، ده كله على ارض الواقع وقت النتيجه ووقت المراجعات ووقت مش عارفه الضغطه ما بيجيبش. انت لوحدك تماما. افتكر الجملة دي من اول السنة لحد اخرها، انت لوحدك تماما، وانت اللي هتلبس لوحدك في الاخر برضو. فانا بختار المدرس اللي هيبقى ايه، مطول نفسه معايا لحد الاخر. طيب امتى بقى احس ان انا عايز اغير؟ ده سؤال برضو. اغير المدرس لو حسيت ان انا مش فاهم ولا ادي فرصة. بص، زي ما قلت لك احنا بنجرب المستر مرة واتنين وتلاتة، ما قدرناش نتكيف معاه، خلاص احنا مش مكملين معاه. طب انا كنت كويس معاه، بعدين جيت في النص كده حسيت نفسي ان انا مش قادر، على طول بتغير. طيب اسيب المستر واروح لحد تاني وانا لسه في نص التشابتر بتاعتي؟ لا، انا بكمل معاه
لحد ما اتكيف مع المستر الجديد واشوف الدنيا واقفة هتظبط معايا عند المستر التاني ولا لا. طيب انا السؤال بقى اختار مدرسي 2 مدرس في المادة الواحدة او اونلاين واوفلاين في نفس المادة او مش عارفة ايه. دي كلها اسئلة بقى للحلقة الجديدة او الريل الجديد. انا معاكم ايات الناجي وبقول لكم شوية اسئلة اللي هو محدش هيقول لك عليها ومحدش هيجاوبك عليها، انا بجاوب لك عليها اهو. عايزة تفاعل على الفيديوز لو انتوا شايفين ان هي حاجة قيمة، لايك وشير وسبسكرايب، واكتبوا لي التعليقات بتاعتكم، ولو محتاجين اي اسئلة في اي حاجة خاصة بالثانوية العامة اكتبوها وانا هنقيها ان شاء الله واجاوب عليها. السلام عليكم.